فيلمنا النهاردة بيبدأ في بيت في ضواحي أمريكا، وبنشوف مجموعة شباب بيعملوا حفلة بالليل علشان يشربوا ويتبسطوا، ووسطهم كانت كات اللي قاعدة على الترابيزة بتلعب كوتشينة، بس كانت سرحانة ومفكرة في التطبيقات اللي على موبايلها. وفجأة لقت ابلكيشن اسمه كاونت داون اللي المفروض بيساعد الناس تلتزم بالدايت. فواحد من أصحابها بيسأل عن اسمه وقرر يدور على التطبيق ده على الموبايل بتاعه، ولكنه لقى تطبيق تاني بنفس الاسم بس بميزة مختلفة. والتطبيق ده بيقولك فاضلك قد ايه بالسنين او الايام او الساعات لحد ما تموت. والمجموعه دي قرروا يتحدوا بعض وينزلوا التطبيق علشان يعرفوا هيموتوا امتى، واللي عنده اقل وقت هو اللي هيخسر. وكلهم وافقوا ما عدا كارتني اللي في الاخر وافقت بسبب ضغط اصحابها، ولكن لسوء حظها التطبيق قال انها فاضل لها 3 ساعات بس. فطبعا كارتني اتخضت جدا، ولكن اصحابها ضحكوا عليها وقالوا لها ان ده مجرد هزار مش اكتر. وبعد ما الحفله خلصت كارتني ركبت عربية حبيبها إيفان اللي كان واضح إنه سكران، وكورتني قررت تمشي لوحدها علشان خايفة التطبيق يكون بجد. وبالنسبة لإيفان فتعصب وسابها ومشي. ولما كانت ماشية لاحظت إن في واحد غريب لابس جاكيت أسود بيمشي وراها، وعلشان الأمور تزيد سوء التطبيق بعت لها إشعار بيقول لها إن فاضل لها دقايق معدودة في حياتها. وبسرعة رجعت البيت ودخلت الحمام وقفلت الموبايل بتاعها، ولكن الجهاز اشتغل تاني وبدأ يعد آخر ثواني في حياتها. ولما الوقت خلص بنشوف كيان غريب شدها لفوق وخلص عليها ورماها في البانيو. وفي نفس اللحظة إيفان حصل معاه حادثة بالعربية بعد ما خبط في شجرة ولكن نجي، بس المكان اللي كانت قاعدة فيه كارتني اتدمر تماما. وده بيأكد ان التطبيق فعلا بيعرف امتى هيموت الشخص. وبعد كده بنروح للمستشفى وبنشوف كوين اللي بتشتغل ممرضة، وبتلاحظ ان في مريض اختفى من اوضته وبتدور عليه وبتلاقيه في جناح مقفول بالمستشفى. والمريض ده هو إيفان حبيب كارتني اللي بيقول لها انه قلقان جدا من اللي حصل لكارتني لانها ماتت بنفس الطريقة والوقت اللي قاله التطبيق. فالست كوين حاولت تهديه ورجعته لأوضته، ولكنه قال لها ان فاضله 19 ساعة بس علشان يعيشهم. وبعد شوية كوين بتقابل رئيسة الممرضات إيمي اللي منظمة حفلة علشان كوين انضمت للفريق. وفي الحفلة كوين بتحكي عن التطبيق اللي عرفته من إيفان، وبعض زمايلها قرروا ينزلوه يشوفوا إذا كان حقيقي ولا لأ. وبنشوف دكتور سوليفان اللي كان سعيد جدا لما عرف إنه هيعيش لحد 90 سنة. وركز بقى يا صديقي في الحتة دي علشان هنحتاجها بعدين. وبنشوف المجموعة كملوا الحفلة، ولكن فجأة جت لهم بنت صغيرة مريضة جدا، وبسرعة الدكتور سوليفان والممرضات حقنوها ونجحوا في إنهم ينقذوها. وبعد الحادث ده كوين كانت ماشية من المستشفى لحد ما وصل لها إشعار بيطلب منها تنزل تطبيق كاونت داون، وبتكون فاكرة ان الموضوع مجرد هزار مش اكتر، وعلشان كده نزلته وقبلت الشروط اللي على البرنامج. ولكن اللي صدمها ان التطبيق بيقول لها فاضل لها يومين وشوية قبل ما تموت. وعلى الرغم من انها استغربت من اللي مكتوب الا انها فضلت متشككة في التطبيق وراحت لبيت اهلها تدور على الاوراق اللي محتاجاها للشغل. ولما وصلت ما كانش في اي حد في الاوضة، ولكنها حست ان في حد او حاجة في المكان. ولما فتحت الدولاب لقت اختها الصغيرة جاردن جنب حبيبها، فبتقول لهم يطلعوا بسرعة من الدولاب. وبعد ما كوين قالت لحبيبها يروح، جاردن اختها اظهرت غضب شديد تجاه كوين علشان غيابها عنهم من وقت وفاة امهم. فكوين حاولت تصلح الامور معاها، ولكن جاردن قفلت على نفسها الباب. وفي اللحظة دي ظهر والدهم تشارلي في الممر، وكان لسه زعلان جدا على وفاة مراته، وطلب من كوين تروح معاهم لزيارة لقبر والدتها اليوم اللي بعده. وفي المستشفى إيفان كان لسه موجود، ولكنه بقى عصبي جدا مع قرب الوقت المتبقي ليه على التطبيق، وكان فاضله بس 3 دقايق. فاستغل انشغال الممرضات وحاول يهرب، ولكن فجأة جاله إشعار على الموبايل بيقول إنه كسر شروط الاتفاقية. ولكن إيفان أساسا مش فاهم معنى الكلام ده، وعلشان كده كمل هروبه. وأثناء ما كان ماشي في الممر شاف في مراية الأمان شخص غريب لابس طاقية سودا، وبعدين المراية فجأة اتكسرت وإيفان جري ناحية مخرج الطوارئ، ولكن كل الأضواء طفت. فشغل كشاف الموبايل ولقى كارتني مرمية على السلالم، ولكنها لما لفت كانت بوش مرعب وهجمته. وفي النهاية إيفان تم التخلص منه لما العداد وصل ل0. وبعدها على طول كوين وصلت المستشفى وعرفت اللي حصل لإيفان، وخافت إن يكون اللي حصل ده ليه علاقة بالتطبيق، وعلشان كده راحت لأوضته وأخدت الموبايل بتاعه ولكنه كان مقفول. فاضطرت تروح للمشرحة وتستخدم بصمة إيفان
إيفان علشان تفتح الموبايل، وزي ما كانت متوقعة إن العداد كانت عاد من جديد، وبدأت تقلق إن نفس المصير هيستناها، خصوصا إن فاضل لها يوم واحد بس. وبالصدفة اليوم اللي هتموت فيه هو نفس اليوم اللي كانت هتزور فيه قبر أمها مع أبوها، فبسرعة كلمت أبوها علشان تأجل الزيارة، ولكنها جالها إشعار من التطبيق بيقول إنها كسرت الشروط. وكوين حاولت تكمل يومها بشكل طبيعي جدا، ولكنها كانت متوترة للغاية، والدكتور سوليفان لاحظ ده وحاول يواسيها، ولكن بعد كده أظهر إنه مهتم بيها بشكل غير لائق وحاول يقرب منها، ولكن كوين قدرت تهرب منه وراحت علشان تتكلم مع إيمي رئيسة الممرضات، ولكنه منعها واستدعى إيمي لشغل طارئ. وبعد ما كوين خلصت ورديتها ورجعت البيت بدأت تدور على التطبيق أكتر، ولقيت أخبار عن اللي حصل لكورتني وإيفان، وبدأت تقتنع إن في علاقة غريبة بين التطبيق وبين اللي حصل لهم، ولكن تعليقات الناس على الإنترنت خلاها تقتنع إنه مجرد هزار مش أكتر. وبعد ما قفلت اللابتوب فجأة إيفان ظهر قدامها بوش مرعب وخافت جدا وولعت النور بسرعة، ولكنه اختفى. وبعدها الموبايل بتاعها بعت لها إشعار تاني بيقول إنها كسرت الاتفاق، فرمته على الأرض على طول، بس العداد فضل شغال وكان فاضل لها يوم واحد بس. وتاني يوم قررت تروح تشتري موبايل جديد علشان تتخلص من التطبيق، ولكن بعد ما شغلت الجهاز الجديد لقت التطبيق متسطب تاني، والأسوأ بقى إن مفيش أي طريقة تحذفه بيها، وافتكرت إن صاحب المحل ديريك بيهزر معاها، ولكنه أكد لها إنه مش عارف إزاي التطبيق ده نزل على الجهاز. ولكنها لما بصت في الكاميرا الخلفية لقت الكيان المقنع واقف قدامها، ولما لفت وراه علشان تشوفه لقته اختفى، وحاولت تسوق بسرعة علشان تهرب، ولكن فجأة ايدين ظهرت وخبطت في وشها وخلتها تخبط في عربية تانية، والسواق اللي خبطت فيه كان غضبان جدا ونزل يتخانق معاها، ولكن شاب خرج من محل الموبايلات ودخل في الخناقة علشان يدافع عنها، فساعتها السواق اتنرفز اكتر لكنه في الاخر مشي وسابهم. والشاب عرف نفسه باسم مات وقال انه سمع الحوار اللي دار بينها وبين صاحب المحل، وبيأكد لها انه هو كمان استخدم التطبيق. فالاتنين قرروا يروحوا البار علشان يتكلموا عن اللي حصل، واكتشفوا ان الحوادث المرتبطة بالتطبيق مش صدفة خالص. وبدأت كوين تقتنع ان الكيان اللي بتشوفه ممكن يكون مخلوق خارق للطبيعة، وافتكرت القس اللي بيشتغل في المستشفى وقررت تروح له هي ومات. والقس ده اداها تفاصيل التواصل مع شخص اكتر خبرة في مواجهة الشياطين والكائنات الشريرة، وبالمعلومة دي قرروا يدوروا على الشخص ده. ولكن الاول كوين اتطلبت لحل مشكلة في المستشفى من ايمي بينما مات دخل الحمام، وفجأة حد حاول يفتح الكابينة اللي كان فيها، فمات بقلق بص تحت كده ولاحظ رجلين طفل وقال له يمشي، ولكن بعد ما مات خرج سمع نفس الطفل بيعيط جوه الحمام، والطفل ده بدأ يتحرك لغاية ما وصل لآخر كابينة، وساعتها مات شاف رجليه بتلتف وتختفي، وبعدها الإضاءة طفت وباب الحمام اتفتح ومات راح يشوف مين ده، ولكن الطفل ظهر وهجمه. وفي البداية مات حاول يقاوم ولكن في النهاية الكيان اختفى، ولكن مات حس انه عارف الطفل اللي هجمه. وفي الوقت ده ايمي اخدت كوين لغرفة الاجتماعات لان ادارة الموارد البشرية في المستشفى مستنيينها، وبعدها دخل دكتور سوليفان واتهم كوين انها كانت بتحاول تتحرش بيه، فكوين اتعصبت جدا لما سمعت الكلام ده وقالت ان العكس هو اللي حصل، ولكن للأسف محدش صدقها. وبسبب غضبها من الظلم اللي اتعرضت له كوين خرجت واتصلت بمات علشان يروح معاها للمكان اللي قال لها عليه القسيس، وبعد دقايق وصلوا للمكان وقابلوا قسيس اسمه جي آن، وده كان غريب شوية ومختلف عن اي قس تاني شافوه قبل كده. وبالرغم من كده ولكن القسيس ده صدق القصة وقال ان الكائن اللي بيطاردهم هو شيطان اسمه اوان، وحكى ان في الاسطورة بنعرف ان الامير عرف تاريخ موته من غجرية ولكنه حاول يهرب من مصيره، وده اللي ايقظ اوان اللي بدأ يطارده لحد ما تحقق مصيره. والقس جي ان قال ان التطبيق اللي على الموبايل ممكن يكون نسخة حديثة من رؤية الغجرية، وان املهم الوحيد انهم يحاولوا اختراقه. وكوين افتكرت صاحب محل الموبايلات ديريك وقرروا يروحوا له علشان يطلبوا مساعدته، ولحسن الحظ ديريك قدر يخترق التطبيق
التطبيق وقدر يشوف مش بس الوقت اللي متبقي للناس، لا ده قدر كمان يمد الوقت ده، وهو نفسه كمان مد الوقت بتاعه. وبعدها كوين طلبت منه يعمل نفس الشيء ليها، وفي خلال ده اكتشفت ان اختها جوردن برضو استخدمت التطبيق، وديريك مد الوقت ليها والجاردن والمات وخلاهم كلهم عندهم اكتر من 50 سنة يعيشوها، وبكده يبقى انقذهم من كيان اوعن. وبعدها كوين ومات كانوا هيودعوا بعض، ولكن قرروا يقضوا الليلة سوا وراحوا لشقة كوين، وهناك سألته ليه نزل التطبيق من الأساس. فمات اعترف إنه لما كان صغير أخوه الأصغر مات وكان خايف من فكرة الموت، فقرر يعرف فاضله قد إيه علشان يعيشه. وكوين شاركت تجربتها وبدأت تحكي له عن وفاة أمها اللي كانت ضحية لحادثة عربية وهي في طريقها، وأثناء ما بيشاركوا التجارب الحزينة دي اتقربوا من بعض أكتر. وكوين طلبت من مات اللي كان نايم على الأرض ينام جنبها، وبعد ساعات كوين حست إن في حد بيقرب من الأوضة، فنادت على مات اللي كان حاطط إيده عليها. ولكن المفاجأة كانت إن مات الحقيقي ظهر عند باب الأوضة وسألها إيه اللي حصل، وطلع إن الإيدين اللي كانت على كوين مش إيدين مات ولكن إيدين أوان اللي تحولت لمخالب وحاولت تهاجمها. فمات بسرعة ساعدها تفلت منه، ولكن لما بصوا على موبايلاتهم اكتشفوا إن العداد رجع تاني للوضع الطبيعي، ودلوقتي ما بقاش فاضل لهم غير ساعات قليلة قبل ما مصيرهم يتحقق. وبسبب ده كوين بقت قلقانة على أختها واتصلت بجوردن، ولكن الموبايل كان مع المربية. وجوردن لما سمعت إن في حد بيتصل راحت لأوضتها وحاولت تلاقي الموبايل اللي مخبياه، وفي نفس اللحظة لقيت إيد وحشية من أوان ماسكة في كتفها، فاتخضت جدا وبصت حواليها ولكنها ما لقيتش أي حد. ولما بصت في التطبيق اكتشفت إن وقتها كمان قل، وشافت كذا مكالمة فايتة من كوين، ولكن قبل ما ترد الأنوار في البيت بدأت تطفي وتشتغل لوحدها بطريقة غريبة جدا. وجوردن اتخضت وحاولت تستخبى تحت السرير، وبصت من تحت الباب علشان تشوف لو في أي حد جاي، وفجأة سمعت صوت أمها المتوفية، وفي نفس اللحظة السرير اتسحب بعيد عنها وظهرت روح أمها جنبها. وساعتها جوردن جريت مفزوعة ناحية باب البيت وخرجت تجري، ولقيت كوين وصلت في نفس اللحظة مع مات، والتلاتة رجعوا لبيت القس علشان يبلغوه إن الخطة فشلت وإن أوان لسه بيطاردهم. ولما وصلوا وروه الكود بتاع التطبيق اللي مات كان اخترقه، والقس لاحظ نص مكتوب باللاتينية بيتكلم عن اللعنة اللي سببها الكيان. والقس شاف إن ده خبر كويس قوي لأنه لو كانت لعنة ممكن يكسرها، وقرر إنه يعمل خطة علشان يخدع أوان في لعبته. وعلشان يعملوا كده لازم يثبتوا إن الكيان غلطان في تواريخ الموت. والقس قرر يعمل طقوس علشان يبعد أوان ولو لثواني بعد موعد موتهم، ولو نجحوا بقى ممكن يكسروا اللعنة ويخدعوا الموت. وبنشوف التلاتة نزلوا للبدروم ورسموا دواير حماية بالملح علشان يبقوا في أمان من الكيان، وعلشان يضمنوا إن الملح ما يتنقلش ويتحرك من مكانه خلطوه مع الطلاء ورسموا رموز الحماية على الأرض، وكل حاجة كانت جاهزة. وأول واحد في قائمة الموت كان مات اللي كان فاضله دقيقتين بس، وفجأة الأضواء طفت وكان ده إشارة إن أوان قرب، والأربعة اتجمعوا جوه دايرة الحماية. وبدأ القس يطلب الحماية الإلهية وهو ماسك الصليب، وبعدها بلحظات أوان ظهر بشكله الحقيقي ولكنه ما قدرش يدخل الدايرة. وفجأة بنشوف قدام مات ظهرت له لعبة، ودي بتكون نفس اللعبة اللي كان أخوه الصغير ماسكها وهو مريض. وبعدها مباشرة ظهرت صورة أخوه ومات حاول يقرب منه ولكنه بالخطأ خرج بره الدايرة، وبسبب عدم انتباهه أوان قدر يسحبه بمخالبه ويطلعه بره. وكوين جريت علشان تحاول تنقذه، ولما خرجت بره لقت مات سليم، ولكن فجأة عربية جت بسرعة وصدمته في شجرة وأنهت حياته في الحال. وبكده مات يبقى مات فعلا ومصيره اتحقق. ودلوقتي كوين وجوردن بقى عندهم وقت قليل علشان يعيشوه. وبعد ما شافت موت مات كوين بدأت تتساءل لو في أي أمل إنها تنقذ نفسها، ولكن لما شافت جوردن مصابة بعد هجوم أوان جمعت قوتها علشان تحاول تنقذ أختها، وأخدت جوردن للمستشفى علشان تعالج الجرح بتاعها. وفي الوقت ده بنشوف زميلة لكوين ظهرت وقالت إنها بتصدق كلامها بخصوص دكتور سوليفان، فكوين شكرت صاحبتها جدا. ولما شافت الدكتور بيعتني بجوردن خطرت لها فكرة علشان تتخلص من أوان مرة واحدة للأبد. وبعد ما الدكتور سوليفان عالج جرح جوردن ورجع لمكتبه كوين راحت وراه وحاولت تخدعه إنها بتحبه، ورغم إنه استغرب جدا من تصرفاتها
إلا إن كوين قالت له إنها بتحاول تستعيد شغلها وطلبت منه يروح الجناح اللي لسه تحت الإنشاء في المستشفى. وزي ما كان متوقع الدكتور راح وبدأ يدور على كوين في الممرات الفاضية، وكوين اقترحت عليه لعبة استغماية وجذبته بصوتها، والدكتور سوليفان حاول يمشي وراها وهو مش واخد باله إن كوين كانت ماسكة قضيب حديد، وفي لحظة غفلة منه جريت ناحيته وضربته ووقعته على الأرض وهددته إنها تحقنه بجرعة توقف قلبه. وفي نفس الوقت جاردن كانت متابعاها، ولما وصلت لقت أختها وسألتها ناوية تعمل إيه، ووقتها كوين ردت على أختها وقالت لها إنها لو أثبتت إن التطبيق غلط وإن دكتور سوليفان مات قبل ميعاده اللي هو في التسعينات فاللعنة هتتكسر أخيرا. وبسرعة خطتها اتضح إنها صحيحة، لأن أول ما حاولت تحقن الدكتور أوان سحبه بعيد عنها وكوين جريت وراه. وفي اللحظة دي انفصلت عن جاردن اللي جالها إشعار على موبايلها بيقول لها إن فاضل لها دقيقتين بس، والوقت كان بيجري وكوين كانت مصممة تلاقي دكتور سوليفان، ولكنه سبقها وضربها ووقعها على الأرض وأخذ منها القضيب الحديدي. ولكن كوين قدرت تهرب منه، والدكتور بدأ يدور عليها ويهددها إنه هيبلغ البوليس بكل اللي حصل. ولكن فجأة كوين ظهرت من وراه وضربته ضربة مؤلمة وهي ماسكة القضيب الحديدي وجاهزة تضربه الضربة القاضية. والدكتور سوليفان حاول يهرب من المكان ولكن رجله اتعورت وما قدرش يجري، فكوين لحقته ورمت عليه القضيب الحديدي اللي أصابه في ظهره ووقعه على الأرض، وطلعت الحقنة كمان وكانت مستعدة تحقنه، ولكن أوان استخدم قوته ورماها لبعيد. والوقعة دي خلت كوين رجليها تتلوي وبقت مش قادرة تطارد الدكتور اللي هرب من الباب. وللأسف الآمال كلها كانت ضايعة، ولكن كوين لقت خزنة فيها أدوية وبدأت تاخد منها في محاولة أخيرة علشان تنقذ أختها. وفي الوقت ده جاردن كانت بتحاول تخرج من المستشفى ولقت نفسها في المشرحة، وشافت على موبايلها إن فاضل لها دقيقة واحدة بس. وساعتها جاردن كانت مرعوبة، وفجأة أوان ظهر ورماها على الشباك الزجاجي، والثواني كانت بتعدي وجاردن كانت بتحاول تزحف علشان تبعد عن الكيان الغريب ده، ولكنه سحبها ناحيته ووراها وشه المرعب. والوقت خلاص تقريبا خلص، ولكن قبل ما تموت كوين ظهرت قدام أوان وورته الحقنة وهددته إنها تخلص على نفسها علشان تكسر اللعنة وتنقذ أختها. وأوان حاول يمنعها بسرعة وتحول لشكل والدتها المتوفية علشان يخدعها. ووقتها كوين اترددت شوية لما شافت صورة أمها، ولكنها لما أدركت إن دي مش أمها الحقيقية استخدمت الحقنة ووقعت على الأرض فقد الوعي. وأوان كان في حالة يأس وحاول يشدها ويمنعها من الموت، ولكنه وصل متأخر واللعنة اتكسرت. وأخيرا أوان اتحول لرماد واتبخر في الهواء، وجسم كوين وقع على الأرض جثة هامدة. ولما جاردن شافت أختها في الوضع ده جريت بسرعة تساعد أختها، ولكنها ما كانتش بترد عليها خالص. وشافت في إيد كوين دواء وعلى دراعها مكتوب مكان وطريقة استخدامه، فجاردن أخدت الحقنة وملتها بالدواء وحقنت كوين في المكان المكتوب. وبعدها بدأت تترجى أختها إنها ترجع من تاني، وبعد إصرار شديد كوين فاقت والأختين اتجمعوا بعد ما واجهوا كيان أوان والتطبيق المرعب. وبعد أيام من الحادثة الأختين راحوا مع والدهم لزيارة قبر والدتهم علشان يودعوها للمرة الأخيرة، ولكن فجأة كوين استلمت إشعار جديد على موبايلها بيقول إن نسخة محدثة من تطبيق كاونت داون اتسطبت. وساعتها جاردن بصت لأختها وسألتها إيه اللي حصل، وقبل ما كوين ترد ظهرت شخصية غامضة لابسة عباية سودا، ودي كانت إشارة إن أوان لسه هيطاردهم لحد النهاية. وطبعا يا عزيزي انت راجل مؤمن وعارف إن الموت والحياة لا يعلمهم إلا الله، ومفيش غجرية ولا أي حد هيقدر يتنبأ بوفاة أي حد تاني لأن ده في علم الغيب وبس. ولغاية هنا يا صديقي خلصت أحداث فيلمنا النهاردة، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.